هو انت بتكلف نفسك ليه وبتعمل فيديوهات؟ انا بصيت على الفيديو بتاع امبارح ما لقيتش حد معلق عليه. برافو يا باشا. عيط يلا عيط برا. سؤال جميل. شكرا حبيبي كلك ذوق. إجابة بسيطة وسريعة، أنا بحب أعمل كده. إجابة بقى مطولة ولو عايز تفهم، فهو البني آدم في الدنيا دي جاي مرة واحدة، مفيش إعادة، هي مرة واحدة. المفروض بقى في المرة الواحدة دي أنت عندك حاجات بتبقى طبعا مجبر إنك تعملها عشان تعيش وعشان حياتك تستمر. ممكن تشتغل شغل مش على مزاجك، تمشي في طريق مش على مزاجك، مجبر أحيانا كتير عشان حياتك تستمر. بس بيبقى عندك دايما فرصة للسعادة والانبساط، حتى لو السعادة والانبساط ده مش هيبقى دايم، لحظات من السعادة والانبساط المفروض لو أنت بتفهم تغتنم هذه الفرص، ما تضيعهاش بقى، ما هو ما يبقاش كله نكد. خلي بالك هنا ان انا بقول بيبقى عندك وقت تعمل حاجه اللي انت بتحبها، مش اللي انا بحبها، مش اللي اصحابك بيحبوها، مش اللي اخواتك بيحبوها، مش اللي الجيران بيحبوها، الحاجه اللي انت بتحبها. تطلع زي ما تطلع بقى، الحاجه دي مش بتاعتهم، دي بتاعتك انت. اغلب الشباب مثلا بينزلوا يلعبوا كوره، يجمعوا بعض ويعملوا ايه، مجموعه كوره. ليه بيلعبوا كوره؟ ليه؟ مع انها بتجيب لهمش اي عائد يعني، ولا اي بتجيب لهمش اي حاجه. بيلعبوها ليه؟ العيال اللي بيروحوا يلعبوا بلاي ستيشن دول ويضيعوا وقت وفلوس ليه بيلعبوا بلاي ستيشن؟ ليه؟ للمتعه. هم مبسوطين كده، هم كيفهم كده. المتعه والانبساط اهم من الكومنتات واللايكات. يعني انا ببقى مبسوط وانا حاطط التليفون وبصور، وببقى مبسوط وانا بمنتج، وببقى مبسوط وانا بعمل ابلود. وبعدين انا بطلع اتكلم على مواضيع انا ومزاجي. يعني القناه بتاعتي مش قناه في الجيمنج مثلا، مش قناه في السياسه بس، مش قناه في الاقتصاد بس. انا كله اللي بيجي على هوايا بطلع اتكلم فيه. سياسه اطلع اتكلم فيها، اقتصاد اطلع اتكلم، مش بهبد، ببقى انا عارف انا بقول ايه جبت منتج وجربته اطلع اقول رايي فيه بمزاجي على الهادي يا زبادي. ليه بقى؟ لانه مش اكل عيشي. طول ما الحاجه ما هياش اكل عيشك فانت حر تعمل اللي انت عايزه، ما انتش مجبر على حاجه والنتيجه مش هتفرق معاك. لو اكل عيشك بقى وبتحط فيه استثمارات، لا ده كده موضوع تاني. فانا في النهايه بعمل حاجه انا بحبها، ولكل مجتهد النصيب بقى في الحاجه اللي انا بحبها دي. يعني انا عندي 9700 متابع، انت عندك صفر. يعني شوف، شايف المقارنه بين الاثنين؟ انا كان ممكن ابقى دلوقتي في الصفر، انهون احسن، الصفر ولا 9700؟ انت ممكن تبقى شايف ان 9700 دول ايه الزباله، 9700 ده رقم، ده انت محدش يعرفك. تمام، محدش يعرفني. طب وانت عندك صفر، صفر كبير كده مدور. نزل رجلك عليه. انا بقالي على التيك توك تقريبا شهر. انا عندي دلوقتي كام على التيك توك؟ 4729 وتقريبا 31000 لايك في شهر. انا غلطان اني ما دخلتش من كذا سنه، انا اتاخرت. لو كنت لسه ما دخلتش كنت هفضل صفر 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 صفر. دايما لما تدخل وتجيب اي حاجه احسن من الصفر. مش محتاجة حاجة يعني. وما تنساش ان لكل مجتهد نصيب، نصيبه ده عند ربنا، انت اعمل اللي عليك يعني ومفيش ضغوطات. ميزه كبيره جدا ان انا بعمل اللي عليا بدون اي ضغوطات، لانه مش اكل عيش.